السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم وصفة بزاف هايلة وتحتاجوها في رمضان. راح ندير لكم بريوشة تكون محشية بالشوكولا. تقدروا ديروها للسحور، تجي بزاف خفيفه وبزاف بنينه لداخل. اليوم البريوشه هذه راح نديروها بفرينه القمح الكامل، لكن نتوما تقدروا ديروها عادي بالفرينه البيضاء. انا كانت عندي الفرينه الكامله قلت نستعملها. كما راكم تشوفوا هنا البريوشه هذه تجي بزاف خفيفه وماشي معجنه لداخل. راكم تشوفوا بالدليل، معناها كي تقسموا الحبه ديالكم حتى واذا عبصتوا عليها تعاود تطلع، وهذا الدليل انه لداخل تكون خفيفه وماشي معجنه. انا حشيتها بالشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. نتوما تقدروا ديروا واش عندكم، ديروا الشوكولاته بيضاء وسوداء، ديروا الشوكولاته تاع الطلي، ديروا الشوكولاته تاع الفرميسيل هذيك تاع التزيين، ديروا مثلا لداخل حشوه تاع كاوكاو، ولا مثلا الغرس اللي عندكم تقدروا ديروه. المقادير: عندنا 4 كيلات فرينه كامله تكون مغربله ما يعادل 800 غرام. عندنا مغرف كبيره تاع حليب بودره، كيله زائد كيله غير ربع تاع ماء دافي، وتقدروا تستعملوا الماء زائد الحليب السائل، تستغناو على الحليب البودره. عندنا 2 مغارف كبار تاع خميره الخبز، 50 غرام تاع الزبده، 2 مغارف كبار تاع السكر بني ولا سكر ابيض اللي عندكم. عندنا مغرف صغيره تاع الملح، نص مغرف صغيره تاع الفانيلا، صفار بيضه مع القهوه باش ندهنوا البريوشه ديالنا، مغرف كبيره تاع الخل ولا عصير الليمون يعتبر محسن للمخبوزات. اول حاجه بسم الله نحطوا الماء 2 كيلات، ما نكملوهمش باش نلموا غير بالعقل برك. من بعد نضيفوا هذاك السكر ونضيفوا الخميره. اذا مثلا نتوما ما راحيش تستعملوا الحليب بودره عادي، هنايا عوض ما تستعملوا 2 كيلات غير ربع تاع الماء تستعملوا مثلا نصف كيلة تاع حليب مع كيلة وربع تاع الماء. دوكا نبدا نضيف الفرينه بالتدريج، نضيف الملح ونضيف الخل، ونبدا نلم العجينه ديالي عادي، يا اما باليد ولا بالفوي ولا بملعقه تاع خشب، باش تجيكم سهله الخدمه. هاد العجينه ما تحتاجش كامل، لا تعجنوها لا تدلكوها لا بيتخا لا والو. راني دائما نعطيكم مخبوزات اللي يتعجنوا باليد بكل سهوله هكذا. حتى اللي ما عندهاش بيتخا ما تقولش ما نقدرش نديرها، لا تقدري ديري كل حاجه بكل سهوله. المخبوزات اللي يحتاجوا الدليك ويحتاجوا العجانه كهربائيه غالبا اللي يكونوا بالسميد. كما راكم تشوفوا هنا درت 2 كيلات غير ربع. من بعد ما لميت العجينه ديالي راهي تتلاصق، نضيف لها هذيك المارغرين اللي تكون بحراره الغرفه، معناها تكون طريه، ندخلها كامل في الاخير هكذا باش نعطي طراوه وخفه لهذه البريوشه. اذا استغنيتوا على الزبده راح تتحصلوا تاني على بريوشه خفيفه، لكن اذا ضفتوا الزبده راح تحسوا بلمسه اضافيه، معناها راح تحسوا بخفه زياده، حتى الريحه والبنه تاع البريوشه اللي تكون فيها زبده تكون باينه. دوكا بعد ما لميت العجينه ديالي نغطيها، نخليها حوالي ربع ساعه هكذاك تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. تقدروا تستعملوا السوائل يكونوا دافيين باش البريوشه ديالكم ديروها سوا من بعد، ولا تلموا العجينه ديالكم بالسوائل يكونوا باردين. من بعد تحطوها تخمر في الثلاجه 12 ساعه، معناها مثلا في رمضان مع الصباح تلموا العجينه ديالكم وديروا تاني مثلا المطلوع تاني بالعجينه البيته، معناها تلموه بالسوائل باردين وتحطوا بين زوج العجينات ديالكم في الثلاجه مع العشيه كامل جوهه 5 هكذاك، تجبدوهم بين زوج يكونوا خامرين، طيبوا المطلوع وطيبوا البريوشه ديالكم في نفس الوقت، تلقاوهم تضاعفوا بحجم كبير. قد ما كانت العجينه اللي ترتاح في الثلاجه راح ترتاح وتتحصلوا على نتيجه هايله، معناها تتحصلوا على مخبوزات يكونوا خفاف، راح تربحوا في الدلك، معناها ما راحيش تدلكوهم نهائيا. وتاني تقدروا تنقصوا في الكميه تاع الخميره. الحاجه اللي ترتاح في الثلاجه راح تاخذ الوقت ديالها باش تتضاعف، معناها تقدروا تنقصوا في الكميه تاع الخميره تاع الخبز وتتحصلوا على نفس النتيجه. دوك هنا نشد كل قطعه تاع العجينه نحشيها بشويه تاع شوكولاته،
تقدروا يعني تعوض ما ديروا مثلا دوائر هكذا كي الخبيزات صغيورين، ديروا خبيزات جايين بالطول كيما البريوش هذاك الصغير اللي يتباع على شكل خبز الباغيت. يعني الشكل تنوعوا فيه كيما راكم حابين. لكن اذا درتوا الشكل تاع بريوشه بشكل الباغيت لازم تفتحوا العجينه، ديروا الشيكولا ديالكم، من بعد تروليو العجينه ديالكم هكذا باش تضمنوا بلي راكم دخلتوا كميه كبيره تاع الهواء. دوك هنا نكمل كامل العجينه ديالي بنفس الطريقه. السنيوه ديالي تكون مدهونه يعني بالزبده، القطر ديالها 40 سنتيم. تتحصلوا على بريوشه تكون يعني خفيفه وطالعه يعني ارتفاع ديالها لاباس به. تحبوا تتحصلوا على بريوشه تكون هابطه شويه، ديروا في سنيوه تكون واسعه على هذه، حوالي مثلا 50 سنتيم القطر ديالها، ولا سنيوه تكون مستطيله كيما حبيتوا. هنا دوك بعد ما نكمل كامل هذيك العجينه نعمرها لداخل، نستف هذه قدام هذه، من بعد نطلي الوجه تاع البريوشات ديالي بصفار بيضاء مع مغرف كبيره تاع قهوه سائله عادي، يعني قهوه تاع البريس. تقدروا تعوضوا القهوه السائله بشويه قهوه بودره يعني سريعه الذوبان، تقدروا تعوضوها بشويه تاع الكاكاو، يعني اللي عندكم في الدار تقدروا ديروه. تقدروا تاني تزكيوها بشويه تاع الحليب، يعني اذا درتوا كميه كبيره تاع البريوش وعندكم غير صفار بيضاء يعني وحده برك، تقدروا ديروا شويه تاع الزيت تعطوا لمعان للوجه تاع البريوش. تقدروا من الفوق تزينوا بالكاوكاو ايفيلي، ولا ديروا شويه تاع السكر، ولا ديروا رقائق الشوكولاته هذيك تاع الشعيرات هذوك، يعني التزيين كيما حبيتوا. من بعد نخليو الخبزه ديالنا يعني البريوشه ديالنا حتى يتضاعف في الحجم ديالها، من بعد ندخلوها فرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه، نخلوها حتى تحمر كامل على الجناب ومن التحت يعني رايحه تبان لنا. اذا كان الفرن ديالكم من النوع اللي طيب منيح معناها يحمر لكم البريوش يعني كامل على خضره، هذه حاجه مليحه. واذا كان من النوع اللي يحمر غير من التحت ومن الفوق يعني مازالها اللون ديالها فاتح، طفوا الكوشه ديالكم، من بعد هبطوا السنيوه ديالكم حتى لتحت كامل، شعلوا الكوشه يعني من الفوق راح يعني يتحمر الوجه ديالها كامل بلون الشباب. خرجوا البريوشه ديالكم، دهنوها مثلا بشويه تاع العسل من الفوق باش تعطوا لها بريق، ولا ديروا لها شويه تاع لا جولي، ولا يعني تزيدوا تدردروا عليها شويه تاع سكر غلاس. يعني هذه كل واحد يدير بالذوق ديالو وبالامكانيات اللي عنده في الدار. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي التطبيقات. ما تنسونيش الجيم والبارطاج والتعليق الشباب والمشاهده الكامله. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله، وبقوا على خير.